عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بنك الحظ. 150 مليار شيكل هي تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر خلال 15 شهر، بحسب تقرير نشرته صحيفة يدعود أحرنوت العبرية. دول تقريبا 43 مليار دولار، يعني بمعدل يومي إسرائيل صرفت على الغزو البري والقصف والتدمير والإبادة وخطط التهجير القسري مبلغ يتخطى 80 مليون دولار يوميا. والأرقام دي بناء على رصد الإنفاق الاقتصادي اللي نفذه مكتب المستشار المالي لرئيس الأركان ورئيس قسم الميزانية في وزارة الحرب الإسرائيلية العميد جيل منحاس. 300 مليون شيكل كل طلعة شمس كان الاحتلال بيصرفهم علشان يجبر أهل غزة على الاستسلام والهروب والتهجير القسري. تهجير مش من القطاع ناحية مكان تاني بره غزة، لأ، ده علشان بس الناس تسيب شمال غزة وتروح لجنوبها. ورغم الحصار الخانق ومنع المية والأكل والعلاج والوقود والتدمير الهمجي، فضل حوالي نص مليون مواطن على أرضهم وبيوتهم في شمال غزة رافضين يتهجروا ناحية الجنوب. وأول ما الهدنة بدأت وتمت صفقات التبادل، بدأ أهل غزة اللي نزحوا داخل القطاع في الرجوع لبيوتهم فورا، اللي أغلبهم كان عبارة عن أطلال وركام مؤكدين تمسكهم بأرضهم. في المقابل وطواعية أو بطلب من جيش الاحتلال، هرب عشرات الآلاف من المستوطنين من مدن ومستوطنات غلاف قطاع غزة، وعايشين على نفقة حكومة الاحتلال سواء في بيوت ضيافة أو فنادق، وحتى الآن ما رجعوش. ومع تولي ترامب رسميا مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة، أطلق عدة تصريحات وتهديدات كلها بتدور حوالين رغبته في تهجير أهالي قطاع غزة وخاصة إلى مصر والأردن، وعدد تاني من الدول لم يذكرها. وده لأنه عايز يحول غزة إلى ما يشبه مدينة ترفيهية سياحية عالمية. وبعد الرفض المعلن لخطط التهجير من أنظمة الحكم العربية زي مصر والأردن والسعودية، بدأ الكلام حوالين إن ترامب ممكن يستخدم أدوات ضغط اقتصادية على حكام الدول العربية تجبرهم في النهاية على قبول التهجير. علشان تظهر شوية أسئلة: هل تهديدات ترامب ممكن تجيب نتيجة؟ وإزاي تعاملت بعض الدول والحكام مع تصريحات ومواقف وتهديدات ترامب اللي طالب بلادهم؟ وزي ترامب ما بيهدد غيره، هل أمريكا قابلة للضغط الاقتصادي؟ وهل هزمت قبل كده اقتصاديا؟ وأخيرا والأهم، إيه اللي تملكه الدول العربية من أدوات لردع ترامب ومخطط التهجير؟ ده اللي هنحاول نعرفه من بعض النهارده. أنا عبد الرحمن سعد، وده بنك الحظ. طور هايج في واشنطن، ده يمكن الوصف الأدق اللي يليق على اللي بيعمله ترامب. القصة مش بس تهجير غزة وتهديداته. وقبل ما نتكلم عن حالنا، تعالوا نشوف رد فعل بعض قادة الدول في التعامل مع تصريحات ترامب ضدهم. لو بدأنا من الصين، فزي ما واشنطن فرضت 10% رسوم جمركية على المنتجات الصينية، فرضت بكين رسوم جمركية تتراوح بين 10% ل 15%. ومش بس كده، دول بيهددوا بوضع قيود على تصدير معادن خاصة ونادرة واللي هي مهمة جدا لقطاع التكنولوجيا الأمريكي. وفي كندا اللي هي مساحتها نص قارة تقريبا، واللي ترامب عايز يضمها باعتبارها مجرد ولاية جديدة لأمريكا، فبرضه فرض على وارداتهم رسوم بنسبة 25% عشان تعلن كندا فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية بنفس النسبة. ويخرج ترامب بعدها ويعلن تعليق القرار لمدة 30 يوم تحت بند ضمان كندا لأمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات. أما رئيسة المكسيك فأكدت إن حكومتها هتعلن عن تفاصيل رسوم جمركية انتقامية على السلع الأمريكية ردًا على قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الصادرات المكسيكية لأمريكا. ورفضت رئيسة المكسيك اتهامات ترامب بأن حكومتها ليها علاقة بعصابات المخدرات، وقالت إن الولايات المتحدة مقصرة ولا تفعل الكثير لمكافحة تجارة المخدرات، وإن كافة مهاجرين المكسيك لأمريكا مرحب بيهم بالعودة لوطنهم إذا قرروا هم العودة. وبعد الدش السخن ده من رئيس المكسيك، طلع ترامب في نفس اليوم وأعلن تعليق الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية لمدة شهر لحين الانتهاء من التفاوض الودي مع المكسيك. ده على المستوى الرسمي. أما على المستوى الشعبي، فبدأ الحديث في المكسيك وكمان في كندا حول إطلاق حملات مقاطعة لأمريكا ردا على استفزازات وتصريحات ترامب. وبدأ انتشار ملصقات صنع في كندا على مختلف المنتجات لتشجيع المواطنين على شرائها وتجاهل المنتجات الأمريكية. وحملات المقاطعة دي يتوقع لو استمرت وكبرت يكون ليها تأثير اقتصادي سلبي على أمريكا، خاصة إن كندا هي أكبر سوق بتصدر ليه 36 ولاية أمريكية.
وفي المكسيك اللي هي الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، حملات المقاطعة هناك بتدعو لعدم شراء أو مقاطعة كافة المنتجات الأمريكية من سلاسل مطاعم برجر كينج وماكدونالدز وكمان ستاربكس وكوكاكولا، وصولا لعدم شراء الأجهزة الكهربائية أو أي منتج مصنوع في أمريكا. في المقابل نلاقي نموذج كولومبيا، واللي تهديدات ترامب جابت معاهم نتيجة واضطروا يرضخوا لطلبات ترامب، خاصة انهم اقرب ما يكونوا من حالة الاعتمادية على امريكا اقتصاديا. فبكده هل تهديدات ترامب ممكن تكون مؤثرة على مصر فعلا؟ سؤال مهم، وتعالوا نسمع الإجابة سوا. لو قلنا تحديدا مصر والأردن، فالبلدين بيعتمدوا بشكل كبير على المساعدات العسكرية والمالية القادمة من أمريكا، ده غير التسهيلات التجارية اللي بتتقدم ليهم، وطبعا الموافقة الأمريكية على اتفاقيات نظامي مصر والأردن مع مؤسسات التمويل الدولية زي صندوق النقد وغيره. وبالتالي فالضغوط الاقتصادية اللي من الممكن لواشنطن إنها تمارسها ضد القاهرة وعمان قد تكون عاملا حاسما في مواقفها من خطة تهجير سكان غزة. ده مش كلامي، ده تحليل للمحلل السياسي في صحيفة هآرتس العبرية الكاتب سيفي برقيل، في حال استخدام ترامب لورقة الضغط الاقتصادي ضد مصر والأردن. واحنا بالفعل لو بصينا على المساعدات الأمريكية السنوية للأردن هنلاقيها تضاعفت 3 مرات خلال آخر 10 سنين، مع الأخذ في الاعتبار إن واشنطن بتقدم مساعدات مالية وعسكرية لعمان بقالها 70 سنة تقريبا، وطبعا مصر مش استثناء، واللي منذ اتفاقية التطبيع مع الاحتلال وهي بتحصل على ما يعرف بالمعونة الأمريكية. وفقا لدراسة خدمة أبحاث الكونجرس، بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية للأردن حتى سنة 2020 حوالي 26.4 مليار دولار، بينما حصلت مصر منذ معاهدة السلام على أكثر من 75 مليار دولار. ولو استعرضنا أوراق الضغط الاقتصادية اللي ممكن يستخدمها ترامب، فهتكون أولا المساعدات الأمريكية لمصر، واللي بتوصل لمليار و300 مليون دولار سنويا كمساعدات عسكرية، ودي ممكن وقفها أو تخفيضها أو تعليق جزئي لبعض بنودها، وده طبعا هيأثر على الموازنة العامة المصرية خاصة قطاع الدفاع. تاني حاجة هي إعلان قيود على الصادرات المصرية بشكل عام، أو فرض رسوم جمركية على أهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، خاصة في القطاعات اللي بتعتمد على السوق الأمريكي زي الملابس والنسيج. ففي الوقت اللي صدرت فيه مصر لأمريكا منتجات بقيمة 1.9 مليار دولار في 2023، استحوذت الملابس الجاهزة على 53% بقيمة 1 مليار دولار. يعني أي قرار ضدها هيكون مؤثر جدا. وطبعا من الممكن لترامب التلويح بالتحكم في الاستثمارات الأمريكية في مصر والتأثير على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ورابع حاجة بالتأكيد يقدر ترامب إنه يؤثر ويعرقل مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية المقرضة والمانحة، أو يضغط على الصندوق لتأخير شرائح بعض القروض أو إبرام اتفاقيات قروض جديدة، أو حتى يطالب الصندوق بتجديد شروطه. البند الثاني والثالث والرابع بشكل مباشر هيأثروا على الجنيه المصري وهيزودوا من أزمة السيولة الدولارية في مصر. خامس حاجة الضغط على قطاع الطاقة المصري، واللي هو أصلا بيواجه مشاكل كبيرة خلال السنين الأخيرة، خاصة وأن النظام السيسي سلم نفسه بنفسه في الملف. ففي حال استخدام ترامب نفوذ بلاده قد يؤثر على علاقات مصر مع الشركات الأمريكية، ويأخر مساعي اكتشاف حقول جديدة للنفط والغاز، ويقدر انه ينسق مع اسرائيل بحيث انها تقلل او توقف تصدير الغاز لمصر تحت اي بند او اي حجه للضغط عليها للقبول بالتهجير القسري لاهل غزه، خاصه لما تعرف ان مصر بتعتمد بشكل كبير على اسرائيل في توفير الغاز، واتفقت على زياده كميات الغاز الطبيعي الوارده من اسرائيل بنحو 26% عشان توصل 1.4 مليار قدم مكعب يوميا خلال النص الاول من 2025. وكل دي امور هتأثر على السوق المحلي وقدرة مصر على انتاج وتوفير الكهرباء، وبرضه هيكون ليها تداعيات سلبية على خطط مصر في تصدير الغاز لأوروبا، واللي بتحاول يكون مسار لتوفير عملة صعبة. سادس حاجة دي بقى مش محتاجة غير ان ترامب يبدأ بالفعل في الضغط الاقتصادي المعلن ضد مصر، او يصدر عقوبات عليها او يفرض اي من قراراته الاقتصادية. طيب كل اوراق الضغط الاقتصادي دي ازاي ممكن لمصر التعامل معاها؟ أول وأهم حاجة لازم الحكومة المصرية تقلل الاعتماد على أي من المساعدات الخارجية، وتحط خطة اقتصادية طموحة تبني بيها اقتصاد حقيقي وقوي، خطة فيها إجراءات لتحصين الاقتصاد ضد الصدمات، وده هيحصل عن طريق تقليل الاعتماد على الديون والقروض وتنفيذ سياسات مالية
أكتر استدامة، والتحول من الاقتصاد الريعي المعتمد فقط على الضرائب وعائدات قناة السويس أو السياحة إلى اقتصاد إنتاجي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير. وده هيتم عبر زيادة الاستثمارات الداخلية وتوجيه دعم حقيقي للقطاعات الإنتاجية المحلية، واللي التجارب أثبتت إنها بتحقق نتائج مذهلة. ممكن تراجع حلقة بنك الحظ بعنوان سيب تليفون يا سيسي وتسمع تجربة دعم كوريا الجنوبية لشركة سامسونج. تاني حاجة، لابد من التقليل التدريجي في الاعتماد على الولايات المتحدة تحديدا، مع تنويع الشراكات الدولية والاقتصادية والعسكرية مع مختلف دول العالم زي الصين وروسيا والهند وتركيا. وبالتأكيد مع الاتحاد الأوروبي اللي بعض زعمائه بدأوا يشتكوا من ترامب وإدارته واستغلال ده لصالح مصر. وتالت حاجة، تعميق التعاون والاتحاد. لازم مصر تتجه بقوة لتعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية، ولا تكتفي بدول الخليج، وإن كان طبعا ده مهم جدا في مواصلة التنسيق معاهم لضمان استمرار الدعم المالي والاستثماري لمواجهة أي ضغوط أو تراجع في التمويل الأمريكي. وعلى ذكر الدول العربية، يجي وقت سؤال: هل تملك الدول العربية أدوات لردع ترامب وإفشال مخطط التهجير؟ هل العرب عندهم أي أوراق قوة اقتصادية يواجهوا بيها تهديدات ترامب؟ فاكرين الكاتب الإسرائيلي سيفي برقيل اللي قال إن الضغوط الاقتصادية الترامبية قد تنجح مع نظامي مصر والأردن؟ هو نفسه قال في نفس مقاله إن الدول العربية خاصة السعودية والإمارات يقدروا يكونوا بمثابة الدرع الذي تلجأ ليه مصر والأردن لمواجهة ضغوط أو عقوبات ترامب، خاصة أنهم بالفعل عندهم استثمارات بمليارات الدولارات في مصر، ويقصد صفقات رأس الحكمة وغيرها. وربما تتحرك الرياض أو أبو ظبي بضخ مزيد من المليارات لصالح دعم اقتصاد القاهرة وعمان علشان يساعدوهم في مقاومة الضغوط الأمريكية. وأضافت سيفي وجهة نظر مغايرة عن اللي كتير شايفه في انتقاد الإنفاق والاستثمار السعودي الضخم في أمريكا واللي أعلنت عنه بعد تولي ترامب، وقال إن إعلان المملكة استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة قد يجعل ترامب مضطرا لموازنة حساباته الاقتصادية قبل الضغط على الدول العربية لقبول التهجير. وأكد إن ده في حال أرادت الرياض استخدام نفوذها الاقتصادي لإحباط خطة التهجير. وبشكل عام، خلونا نسرد بعض أدوات القوة الاقتصادية اللي تملكها مختلف الدول العربية وممكن تستخدمها ضد ترامب أو تأثر عليه بيها، مع الأخذ في الاعتبار إنها موزعة على كل الدول العربية وعلى حكومات وصناديق سيادية ومؤسسات اقتصادية خاصة وأفراد. يعني غالبا لازم يكون في موقف تنسيقي موحد علشان قيمة وتأثير الأدوات دي تظهر وتتحول لأوراق ضغط. بداية، عندنا الأدوات المالية والنقدية والاستثمارية. الدول العربية خاصة الخليجية بتمتلك استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة، بتشمل سندات خزانة أمريكية بقيمة أكثر من 245 مليار دولار بنهاية عام 2023. يعني دي ديون على أمريكا للعرب، ده غير استثمارات في شركات التكنولوجيا والطاقة والعقارات. ولو جينا لمنطقتنا، فطبعا ورقة تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة البينية سواء بين الدول العربية أو حتى إقليميا، ورغم إنها مش حل فوري وهتحتاج وقت لحد ما يظهر أثر تنفيذها، إلا أنها تظل أداة قادرة على تقديم أو تقليل النفوذ الاقتصادي الأمريكي ولو حتى على المدى البعيد. تاني أداة في إيد الدول العربية هي صفقات السلاح. كل الدول العربية تقريبا بتعتمد على أمريكا في تسليح الجيش والشرطة، وبتستورد كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية، علشان نلاقي 3 دول عربية بين أكتر 10 مستوردين للسلاح الأمريكي خلال الفترة من 2019 لحد 2023. وفي المركز الأول السعودية اللي استحوذت على 15% من صادرات الأسلحة الأمريكية، ووراها قطر بنسبة 8.2%، وثالثا الكويت بنسبة 4.5%. يعني 3 دول عربية بس بيشتروا تقريبا 30% من إجمالي الصادرات الأمريكية من السلاح. ما يعني إن إعادة النظر في صفقات التسليح دي والبحث عن بدائل ممكن يكون ورقة ضغط قوية جدا حال توافرت الإرادة السياسية، وإن كان البعض بيستبعد حدوث ده بسبب الاعتماد الطويل لمختلف الدول العربية على السلاح الأمريكي وأسباب أخرى. ولو رحنا لتالت بند، هيكون بالتأكيد الطاقة أو سلاح النفط زي ما بيسموه. فالدول العربية المنتجة للنفط والغاز ومنها السعودية والكويت وقطر والجزائر في إيديهم إنهم يتحكموا في سياسات وقرارات كم الإنتاج اليومي وكمان خطط وصفقات التصدير، ويضغطوا بيها على الإدارة الأمريكية. ودي ورقة قوية جدا أمريكا نفسها بتستخدمها مع إيران، وكانت بتضغط طول السنين اللي فاتت على منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط علشان يزودوا الإنتاج لإحداث خسائر في الاقتصاد الروسي، خاصة بعد حربه على أوكرانيا.
وعندنا الموقف الشهير بعد انطلاق حرب اكتوبر 73. فهل الدول العربيه هتستخدم الورقه دي ضد ترامب، ولا هتخشى من الارتدادات العكسيه للقرار ده، خاصه مع الاعتماد شبه الكلي لميزانيات الدول العربيه على عوائد النفط؟ طيب هل الاوراق دي كلها ممكن تجيب نتيجه ضد القرارات الامريكيه وتضغط على ترامب؟ خلينا نقول ان صحيح امريكا هي اللي بتدير النظام المالي بهيمنه مطلقه للدولار، وقادره على مواجهه المخاطر الماليه خاصه في سوق السندات، واول لما بتواجه اي مشكله بتروح تطبع دولار وتصرف بيه ولا بيهمها. ولكنها حاليا وفي نفس الوقت بتواجه ازمه ديون ضخمه. الدين الحكومي في الولايات المتحده الامريكيه تخطى ال 36 تريليون دولار لاول مره في التاريخ، وده رقم كارثي مقارنه بقبل 40 سنه بس. كان الدين الامريكي يقدر بحوالي 900 مليار دولار. ده غير ان الحكومة الفيدرالية سجلت ثالث اكبر عجز في الموازنة في تاريخ امريكا خلال السنة المالية اللي انتهت في سبتمبر 2024، واللي وصل فيها اجمالي عجز الميزانية 1.8 تريليون دولار خلال العام المالي 2023-2024. مش بس كده، ده كمان بداية العام المالي الجديد وصل فيها العجز في اول شهرين بس 624 مليار دولار. يعني في الاول والاخر امريكا برضو عندها مشاكل اقتصاديه وخوف من تضخم وبطاله، وفي صراع اقتصادي قوي مع الصين. اما لو رحنا لاحداث هزت امريكا اقتصاديا، المثال الابرز هو ازمه النفط. اوائل السبعينات كانت امريكا عايشه في وهم اسمه الطاقه الرخيصه. برميل النفط كان اقصى سعر ليه 3 دولار تقريبا. وفي 6 اكتوبر 1973 اتحرك الجيش المصري والسوري في حرب مفاجاه لاستعاده الاراضي المحتله، وطبعا دعمت واشنطن تل ابيب بجسر جوي لا يتوقف من الاسلحه والذخائر. وفي 16 اكتوبر 1973 اجتمع وزراء النفط العرب في الكويت وقرروا رفع اسعار النفط بنسبه 70% كانذار اولي. وتاني يوم 17 اكتوبر قررت منظمه الدول العربيه المصدره للبترول اوبك فرض حظر نفطي كامل على الولايات المتحده الامريكيه. واعلنت اوبك خفض الانتاج تدريجيا بنسبه 5% شهريا حتى تتراجع واشنطن عن موقفها الداعم لاسرائيل، علشان في يناير 1974 يرتفع سعر برميل النفط من 3 دولار ل 12 دولار بزيادة 400%. الامر اللي سبب صدمه لامريكا، وفي خلال اسابيع كان المواطن الامريكي واقف في طوابير طويله جدا قدام محطات الوقود. ده طبعا المحطات اللي شغاله، لان بعض المحطات قفلت تماما لان ما عندهاش وقود. واضطرت الحكومه الامريكيه انها تفرض نظام بيسمح لاصحاب السيارات بالتزود بالوقود في ايام محدده خلال الاسبوع. صدمه النفط امتدت لقطاعات تانية. مثلا انخفضت مبيعات السيارات الامريكيه بنسبه 50% لصالح السيارات اليابانيه، وده بسبب انها بتستهلك وقود اقل. وارتفع معدل التضخم ل 12% وهو الاعلى منذ الحرب العالميه الثانيه. وقفزت البطاله ل 9% ودخل الاقتصاد في حاله من الركود. وبعد فتره تعافت امريكا مره ثانيه، ولكن خلال 6 سنين بس عاشت نفس الكابوس مره ثانيه. والمره دي في يناير 1979 بعد ما اطاحت الثوره بقياده آية الله الخميني بنظام الشاه اللي كان حليف وصديق لأمريكا في إيران، وتوقفت صادرات النفط الإيرانية بالكامل واللي كانت بتمثل 5% من الإنتاج العالمي. وبعد سنة وتحديدا 1980 اشتعلت الحرب الإيرانية العراقية علشان برضه يرتفع سعر النفط ل 39 دولار للبرميل ويتجاوز معدل التضخم الأمريكي 13%، وانخفضت مبيعات السيارات الأمريكية بنسبة 80% لصالح السيارات اليابانية والأوروبية الموفرة للوقود. يعني الخلاصة إن التعامل مع الضغوط الأمريكية وتهديدات ترامب مش هيتوقف بس على عوامل اقتصادية، في جوانب سياسية وعسكرية وإرادة قيادات الأنظمة. وإلى أي مدى كل جهة سواء أمريكا أو إسرائيل أو الدول العربية مستعدين لتحمل عقبات أو قرار هيتخذوه. ورغم ان الشعوب في الغالب بتكون بره المعادله والحسبه، ولكنها ستظل الضامن الحقيقي والرقم اللي قادر يقلب اي معادله. بس كده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه، وتستنوني كل يوم 4 الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره في بنك الحظ. سلام.